هل كل المرضى بتحتاج زراعة نخاع؟ وهل كل الأنواع بتاعة زراعة النخاع زي بعضها؟ الحقيقة لا. زراعة النخاع احنا بنحتاجها في بعض الأمراض السرطانية، بنحتاجها في بعض الأمراض الدم الحميدة، وبنحتاجها برضو في أمراض المناعة المزمنة، وبالإضافة إلى كده بنحتاجها في فشل النخاع. طيب لما نيجي نتكلم على أنواع زراعة النخاع، أنا عندي أنواع زراعة النخاع، في منها زراعة نخاع ذاتي، وده في الحالة دي أنا بفصل خلايا جذعية من المريض نفسه وبرجع أديها للمريض تاني بعد عمل بعض الفحوصات الدقيقة على الخلايا الجذعية قبل إعادتها مرة أخرى للمريض. وفي النوع الآخر وهو أكثر شهرة وهو الزراعة من متبرع. والزراعة من متبرع أنواعها مختلفة، ممكن يكون المتبرع ده شقيق أو يكون الأب والأم، وده بيعتمد على نسبة توافق الأنسجة. ممكن تكون المريض متوافق 100% مع شقيق ليه أو في بعض الأحيان مع أهله، أو يكون متوافق بنسبة 50%. إمتى بحتاج فعلا لزراعة النخاع؟ وبتكون زراعة النخاع دي أمر مهم جدا بالنسبة لي، ده بيحدده مدى الاستجابة للعلاج. بالإضافة في بعض الأحيان بتكون في بعض الدلالات بتشير إن الأمراض دي بتكون عالية الخطورة، وفي الحالة دي نسب الشفاء بتزيد كتير بعد إجراء زراعة النخاع للمريض. وممكن نتكلم بصورة أكثر توضيحا عن أنواع زراعة النخاع سواء الذاتي أو من متبرع وكيفية اختيار المتبرع في فيديوهات جاية كتير. معاكم دكتور محمود حماد، أستاذ الأورام وزراعة النخاع، معهد الأورام القومي، جامعة القاهرة.